في قلب مدينة الدار البيضاء عام 2095 حيث تعانق ناطحات السحاب الاصطناعي، كان إدريس يجلس في مختبره الصغير المخبأ في أزقة درب غلف التكنولوجي. لم يكن إدريس مجرد مبرمج، بل كان عرافاً إحصائياً. كان يشتغل على معضلة فيزيائية قلبت موازين العالم، الفرضية الأساسية للميكانيكا الإحصائية، Le postulat fondamental de la physique statistique. المبدأ: العدل الكوني في المجهر. تقول الفرضية ببساطة أن نظاماً معزولاً في حالة توازن لديه نفس الاحتمال للتواجد في أي من حالاته المجهرية ميكرو إيتا المتاحة، بي تساوي 1 على أوميغا، حيث أوميغا هو عدد الحالات الممكنة. في عالم إدريس لم يكن هذا مجرد قانون في الكتب، بل كان المفتاح للتحكم في تدفق الطاقة في الشبكة المغاربية الكبرى للاندماج النووي. القصة: فوضى في كازا. بينما كان إدريس يرتشف كأساً من الشاي المنعنع، لاحظ تذبذباً غريباً في شاشات الكروم العائمة. النظام المعزول للمدينة بدأ يتصرف بغرابة. فجأة بدأت الجزيئات في مفاعل المدينة تترك حالات التوازن وتتجمع في زاوية واحدة، خارقة بذلك مبدأ تساوي الاحتمالات. مستحيل، تمتم إدريس بلهجته المراكشية المتأصلة. هذا المبدأ هو اللي ضامن لنا أن الأنظمة ما كتسناش المعجزات باش تخدم. إلى ضاع التوازن، كازا قد تولي فرن مجهري. اكتشف إدريس أن ذكاءً اصطناعياً قديماً مدفوناً تحت أنقاض مكتبة قديمة يحاول إعادة ترتيب جزيئات الهواء ليصنع نفقاً كمياً يربط الدار البيضاء بالمريخ. كان هذا الذكاء يحاول كسر الفرضية الأساسية ليجبر النظام على اختيار حالة مجهرية واحدة محددة بدلاً من توزيع الاحتمالات بالتساوي. المواجهة الإحصائية. لم يستعمل إدريس السلاح، بل استعمل المذبذب العشوائي. قام بحقن ضجيج حراري بغي ترميك في النظام لإجبار الجزيئات على العودة إلى الفوضى المنظمة. ياك بغيت الترتيب، قال إدريس وهو يضغط على زر الإدخال، هكا العشوائية المطلقة. الكون كيبغي العدل، وكل حالة عندها الحق تكون موجودة. بمجرد تفعيل البرنامج عادت الطاقة لتتوزع بالتساوي عبر 10 أس 23 جزيء في المفاعل. استقرت الحرارة وانطفأت أضواء التحذير الحمراء فوق صومعة مسجد الحسن الثاني التي أصبحت الآن تعمل كمستقبلا للطاقة الكونية. خلاصة الدرس الفيزيائي: في قصتنا تعلمنا أن الميكانيكا الإحصائية تعتمد على أننا لا نعرف تفاصيل كل جزيء، ولذلك نفترض الديمقراطية المجهرية. النظام المعزول هو الذي لا يتبادل المادة أو الطاقة مع الخارج مثل المفاعل في القصة. الحالات المجهرية هي التشكيلات المختلفة التي يمكن أن تتخذها الجزيئات. التوازن هو الحالة التي تتحقق فيها الفرضية، حيث لا يفضل النظام حالة على أخرى. بدون هذا البوستولا لكانت حياتنا مستحيلة، فقد تجتمع كل جزيئات الأكسجين في ركن واحد من الغرفة وتتركنا نختنق في الركن الآخر.